ليجاسي، كلمة معناها الإرث. الإرث اللي عمره ما هيكون حاجة تتورث ولا مجرد اسم مكتوب في التاريخ، لا خالص، ده إرث اتدفع ثمنه عمر كامل. ولما فكرت ان ابني فيديو على كلمة إرث سألت نفسي سؤال بسيط جدا: مين أكتر ناس عندهم إرث حقيقي؟ والجواب كان واضح جدا، مش الشباب ولا الأبطال الجداد ولا أبطال الأنميات نفسهم، لا خالص. الإرث الحقيقي كان عند العواجيز اللي عاشوا حروب وشافوا أجيال تيجي وأجيال تمشي وفضلوا لسه محتفظين بقيمة وقوة أسمائهم اللي أول ما بتتذكر بتحس إن التاريخ كله دخل المشهد. أسمائهم اللي أول ما بتتذكر الخصم بيفكر 1000 مرة قبل ما ياخد خطوة واحدة بس. ثواني، ايه الأوفر ده كله؟ الفيديو عن أقوى عجوز في عالم الأنمي بس مش أكتر. شبابنا اخباركم ايه؟ بص في قاعده عموما في عالم الانمي ومعروفه جدا: اول ما تشوف شخص اقرع اعرف انه قوي فشخ. وتخيل معايا بقى ان ده عجوز واقرع وفوق كل ده كمان هو شينيجامي. خلينا نتكلم عن طبيعة كونه شينيجامي او الشينيجامي سايكولوجي. بص يا معلم، لو انت ما شفتش بليتش او ما تعرفش ايه هو الشينيجامي دول عموما، فهم تقدر تعتبرهم كده حاصدين الارواح، ودورهم هو تطهير الهولو. ما هو الهولو؟ هو شكل بتتخذه الارواح اللي كانت بترتكب الشر في عالم الاحياء، او يضمنوا عبور الارواح الضالة بامان، اللي هي الارواح اللي ما استقرتش في دورة التناسخ، وهم نقيض حاجة تانية اسمها الكوينشي، ما فيش داعي لشرحها. بس ايه هي طبيعة الشينيجامي ده اصلا؟ ايه هي المميزات بتاعته؟ اول حاجه عندك التطهير، وده عن طريق الزنباكتو الخاص بيهم، بيقدروا بيه على تطهير الارواح الشريره اللي هي الهولو، وبعدها ترسلهم لا اما لمجمع الارواح او للجحيم، وده لو كانت افعالهم سيئه جدا. غير انهم قادرين على منح قوتهم للناس التانيه، وده من خلال الزنباكتو الخاص بيهم. غير انهم تقدر تقول كده متعددين الارواح. بمعنى ايه؟ كل شينيجامي عنده زنباكتو، والزنباكتو ده عنده روحه الخاصه، فهم يعتبر روحين في شخص واحد، روح الشخص نفسه وروح الزنباكتو. واللي انا بكلمك فيه ده هي قدرات اللو تير شينيجامي، اللي هو اقل شينيجامي مع القدرات دي. في قدرات اعلى بقى للشينيجامي اللي هم اعلى قدره وقوه، زي التلاعب في حجم الزنباكتو الخاص بيهم، وده اعتمادا على مستوى التحكم في الطاقه بتاعته. غير ان كمان الشينيجامي اللي عندهم بانكاي هم قادرين على استدعاء روح الزنباكتو الخاص بيهم للعالم بتاعهم. غير ان كمان الشينيجامي قادرين يشكلوا الزنباكتو الخاص بيهم كل ما زاد الوقت اللي هم فيه مع بعض، وكمان تغيير شكله وايقاظ القدرات اللي جواه. وهم دول الشينيجامي بشكل عام، واللي منهم ياماموتو، واللي اكيد قادر يعمل الحاجات دي كلها. بس غير الطبيعه العامه للشينيجامي، فياماموتو سيد في المبارزه وسيد في القتال اليدوي كمان، وده بصفته القائد السابق للجوتي ال13. فياماموتو عنده مهاره فائقه في كل الاساليب القتاليه اللي بيتدرب عليها الشينيجامي. غير ان مهاره ياماموتو في القتال اليدوي عاليه جدا، هو قادر على التفوق على ناس زي وندر وايس بسهوله. والكلام ده مش كلام مرسل وبالنظر وكده، لا، ده كلام بتاكده الداتا بوكس نفسها، ان ياماموتو هو الافضل والاقوى في جميع فنون قتال الشينيجامي كلها. هو فعليا بيتفوق على قوه كل القاده. باشا بص الدمار ده بمجرد بس لمسه من السيف للارض. غير كده هو قادر على استشعار الرياتسو في منطقه لا تقل مساحتها عن مساحه السايريتي. واستنى بس اقولك ان الرياتسو بتاعه في حاله الشيكاي بيتم الشعور بيها في جميع انحاء السايريتي. الرياتسو بتاع ياماموتو كان قادر على قتل هولو من على بعد مسافه 22 كيلومتر. وغير كده الراجل ده ذكي جدا قتاليا، وما عندوش مشكله نهائيا انه يضحي بايده مقابل انه يكسب في المعركه. وغير كده هو قادر على استعمال الكيدو مثلا. هو استخدم الايتوكاسو اللي هو كيدو عباره عن نصل ضخم من النار، قادر على تدمير عدد من المباني، وكمان توليد موجه صداميه كبيره ومدمره. ومش كده وبس، لا، الايتوكاسو بيتوصف فعليا على انه
قادر على تمزيق نسيج الزمكان، غير انه كمان قادر باستخدام الكيدو على تنويم الشخصيات التانية. ومش كده وبس، لا، ياماموتو قادر على انشاء 5 تنانين مكونة من الطاقة. التنانين دي قادرة على امتصاص الرياتسو في المحيط بتاعها، وكمان امتصاص هجوم خصمها لتعزيز قوتها. ودول بعض من قدرات الكيدو اللي ياماموتو قادر يستخدمهم. بس غير الكيدو في كمان الريوجين جاكا اللي هو الزنباكتو الخاص بالحاج ياماموتو، واللي القدرة الأساسية بتاعته هي صنع النار والتحكم فيها. والنار دي شديدة جدا لدرجة تحويل خصومه لهياكل عظمية، ومدة التحضير ليها مش طويلة مثلا، لا، هي عملية اطلاقها سريعة جدا. وقادر انه يستخدمها باشكال مختلفة، زي مثلا انه يعمل حيطة ضخمة من النار، ومن قوتها شخص زي ايزن ما كانش قادر يخرج منها. ايزن نفسه اقر انه اقل بكتير جدا من قوة الريوجين جاكا، وانه كمان طور ارانكر كامل بس لمواجهته. واستنى اقول لك ان درجة حرارة النار دي بتزيد اكتر واكتر لحد ما فطور البانكاي بتاعها بتوصل ل 15 مليون درجة مئوية، اللي هي درجة حرارة لب الشمس. وده اللي خلينا نروح للبانكاي الخاص بالحاج ياماموتو، واللي هو زانكا نو تاتشي، واللي هو بانكاي بيخدم كل النيران بتاعته في النصل علشان يزيد من قوته وقت اطلاقها بشكل مذهل، واللي ليه عدد من القدرات الفريدة بتعتمد بشكل اساسي على الاتجاه اللي بيختاره ياماموتو. يعني لو في اتجاه الشرق فياماموتو بيكثف كل اللهب بتاعه على طرف النصل، وده بيؤدي لتبديد اي شيء يصيبه النصل بدون اي اثر. ولو في الغرب فياماموتو بيبقى في هيئة نارية بتطلع حرارة تعادل حرارة لب الشمس. ولو في الجنوب فهو بيقدر انه يستدعي كل الاموات اللي هو قتلهم، واللي بيتقال ان عددهم ممكن يوصل للتريليونات. والاموات دي كانت قادرة على صد حد زي رويد وهو متنكر في شكل يوها. لو ما شفتوش فيديو يوها روح شوفوه، فيديو ايقوني الصراحة. انا عموما بتألق في شخصيات بليتش. المهم، ولو في الشمال فبيكثف كل اللهب اللي في النصل وبيوجه بيه ضربة مدمرة. والبانكاي بتاعه قادر على تدمير مجمع الارواح كله بشكل سلبي مع مرور الوقت، بمعنى ان ناره دي هتفضل تاكل في مجمع الارواح كله لحد ما يتحول لرماد. وهو قدر بيها كمان انه يقتل روي. وغير كده ياماموتو عنده واحدة من اعلى احصائيات الهجوم والضغط الروحي مجتمعة بين جميع القادة، ولا يمكن لعدد كبير جدا من القادة انهم يضاهوا القوة الجبارة للزنباكتو الناري بتاعه. هو فعليا الضغط الروحي بتاعه قوي جدا لدرجة انه بياخد شكل ألسنة لهب، وكان قادر على نزع احشاء التريس بيستياس بسهولة، وكان قادر على اصابة ايزن على الرغم من انه كان مصاب بجروح خطيرة. وبما اننا بنتكلم عن الارث فما فيش ارث اكتر من انك تبقى اقوى شينيجامي لمدة 1000 سنة. اسطورة يا عم الحاج والله. هتقول لي بس هو راجل كبير وعجوز. باشا، المعلم ده قادر جسديا يستحمل حرارة بتوصل ل 15 مليون، ومش حرارة وبس، لا، كهرباء كمان. هو تعرض للبانكاي بتاع شوجيرو ساساكيبي واللي هو بانكاي كهربي، ويا دوبك بس سبب له جرح. والموضوع يتخطى مجرد قدرة تحمل، لا، الباشا جسديا بس بدراعه مسك دراع ايزن، ومسكت الدراع دي بس حرفيا خلت دراع ايزن في جروح. بالمناسبة ايزن قوته الجسدية خارقة جدا. وبس يا معلم، هنا نكون اتكلمنا عن اول عجائزنا، عشان نروح للعجوز المفضل ليا واللي هو جيرايا. بص يا معلم، انا اي عجوز نسوانجي وتافي هو المفضل ليا عموما، وجيرايا بسم الله ما شاء الله عليه يمتاز بكل الصفات دي. المهم، خلينا نتكلم عن طبيعه جيرايا الاول كشينوبي. وكعاده ومعظم طبيعه الشينوبي بشكل عام، فجيرايا قادر على استخدام التشاكرا اللي تقدر تقول كده انها بتمنحه قدرات اعلى. غير ان كمان الشينوبي بشكل عام عنده معرفه بضرب نقاط الضعف اللي بتخليهم قادرين على اسقاط الناس بدون الم وبمجرد ضربه بسيطه على الرقبه. ودي تقنيه بيتعلموها في الاكاديميه، خلي بالك، مش شيء متقدم قوي يعني. غير ان بيتم تعليمهم وتدريبهم على اتقان عدد من الاسلحه زي الشوريكن والكوناي وانواع مختلفه من الاسلحه، وبيستخدموها باتقان تام. وبما اننا بنتكلم عن الارث، فما فيش ارث وسمعه لجيرايا اكتر من انه واحد من الثانيين الاسطوريين لكونوها، اللي سمعتهم وشهرتهم كبيره جدا لدرجه انسحاب الاكاتسكي بمجرد ما عرفوا ان خصمهم هو واحد منهم. وبيتقال عنه انه مساوي الاورتشمارو، وبيتقال برضه عن الثانيين عموما انهم قادرين على هزيمه بعض عادي جدا، فهم مش متساويين مع بعض نهائيا عموما.
عموما. وكيسامي وايتاتشي نفسهم قالوا ان جيرايا على مستوى مختلف من القوه، وبين نفسه قال ان جيرايا لو كان عارف السر بتاعهم من الاول كان استحاله انهم يفوزوا عليه. وكمان هو معلم الهوكاجي الرابع ومعلم الهوكاجي السابع، واتعرض عليه هو نفسه انه يبقى الهوكاجي، بس هو بيحب يروح يتفرج على النسوان اكتر بكتير من المسؤوليات. هي دي الليجاسي اللي بحقه حقيقي. المهم جيرايا نينجا ذكي جدا، هو كان قادر بمجرد النظر بس انه يعرف سبب اختلال توازن التشاكرا بتاع ناروتو ويقدر يصححه كمان. وكمان بعد فتره قليله جدا من القتال قدر يكتشف نطاق الرؤيه المشترك اللي بيشترك فيه المسارات السته لناجاتو، وقدر انه يكتشف القوى الحقيقيه وهويه المسارات السته، وكل ده وهو في معركه ملحميه حرفيا. صاحب المناسبه ما تغرقوش الطبيعه اللطيفه لجيرايا كشخص، هو حرفيا يعتبر كده من مجرمين الحرب من ناحيه الاستجواب والتعذيب. جيرايا سادي في النقطه دي حرفيا. ومن ناحيه القدرات الجسديه فهو كان قادر يتحمل الدايناميك كيك الخاصه بالوسيم مايت جاي وما يحصلوش اي حاجه. مايت جاي وسيم جدا، اوسم واحد في فيرس ناروتو كله، واللي معترض يخبط دماغه في اجدحها حيط. عالم ناروتو كله ده ما فيهوش اوسم من مايت جاي، اللي ينافسه في الوسامه شويه روك لي، انما غير كده لا. المهم واحده من الحاجات المميز جدا فيها جيرايا هي الختم او الاختام بشكل عام، غير انه دايما معاه علامات ختم قادر على ختم تشاكرا اي شخص وشل حركته، غير انه كمان معاه ختم قادر على ختم الاماتيراسو او الاماتيراس اللي هي النار السوداء التي لا تطفأ، ومعاه تقنيه ختم قادر على منع قدرات سرقه التشاكرا. وعموما يعني جيرايا واثق جدا في قدراته على الختم، لدرجه انه كان بيعتقد انه قادر حتى على ختم اوراشاكي اوتسوتسكي. وطبعا الراسينجان التقنيه اللي ابتكرها تلميذه ميناتو، اللي عباره عن دمج وتحويل لطاقه التشاكرا لانشاء كوره دواره صغيره ومدمره. وجيرايا بالاضافه لاتقانه للنسخه العاديه من الراسينجان هو قادر كمان على استخدام الدبل راسينجان والبيج بول راسينجان، بالاضافه طبعا للكاجي بونشين، واللي هي تقنيه بتعمل نسخ من الشخص نفسه وتوزع التشاكرا عليهم بالتساوي. والنسخ دي تقدر تستعمل تقنيات كمان، بس مشكلتها انها بتتدمر بمجرد ما تتعرض لهجوم مقبول نوعا ما. غير انه كمان قدر على خلق مستنقع كبير جدا من الطين الممزوج بالتشاكرا تحت خصمه، واللي بتقيد الخصم وتعيقه عن الحركه، غير قدره دمج التشاكرا مع شعره اللي بتخليه قادر يطوله ويخليه صلب زي الحديد، ويقدر يستخدمه في اوضاع كتير جدا اذا كانت دفاعيه او هجوميه او للتقييد، بالاضافه لقدره تغيير شكل اللي قادره حتى على تغيير طبيعه التشاكرا بتاعته. وكمان قادر على توجيه هجوم عباره عن زيت ضفادع، واللي هو ماده زيتيه لزجه مشبعه بالتشاكرا، واللي قادره برضه على منع الحركه واعاقه حركه الخصم نوعا ما. صح ما ينفعش تتغسل بالميه، عليك وعلى ميه النار بقى. غير ان جيرايا عنده تقنيه استشعار قادر على تطبيقها في مكان معين، وتقدر التقنيه دي تستشعر اي حركه داخل النطاق بتاعها. وطبعا نظرا لارتباطه بجبل ميوبوكو فجيرايا ماضي عقود مع عدد من الضفادع اللي بتتيح له حاجات كتير جدا، منها مثلا انه قادر يحول الناس لضفادع، او انه يختبئ في معدة ضفدع خاص بالغوص، والضفدع ده قادر يعوم على اعماق توصل ل 100 متر تحت الميه، وعنده مانع لتقنيات رصد التشاكرا وبيستخدمه بشكل عام في التسلل. غير انه قادر يستدعي جاماهيرو اللي هو ضفدع عملاق جدا كان قادر على سحق تعبان مماثل في الحجم تحت منه. غير انه كمان قادر على استدعاء معدة ضفدع، وقادر على التحكم فيها وتقييد الاعداء وحبسهم وتغليفهم بيها. وطبعا جيرايا مش هيخش المعركه دي لوحده، لازم نتكلم عن عمام الضفادع كلها السيد جاما بونتا. لا مش الضفدع المفضل ليا، لا خالص، انا المفضل ليا جاما كيتشي، دمه اخف من ابوه بكتير. جاما بونتا تحسه راجل رزين كده. المهم جاما بونتا يعتبر هو الاستدعاء الماكس اللي نقدر نقول عليه كده الضفدع الاقوى بين فصيل الضفادع كلها، واللي هو موازي لاستدعاءات باقي السنن الاسطوريين. وبص يا معلم هو قادر على توجيه هجمات مائيه مضغوطه ومتفجره، غير انه طبعا مستخدم مبهر وجيد جدا لاسلوب التوت سورد بيهيدنج، اللي هو اسلوب قتال الضفادع اللي بيضغطوا فيه جسمهم كله على عضلات الورك بتاعهم عشان يعملوا قفزه عاليه، وباستخدام السيوف بتاعتهم يقطعوا بيها الخصم، واللي بالمناسبه هي كانت مؤثره على شيكاكو اللي هو واحد من البيجو التسعه. غير انه قادر بالتعاون مع جيرايا على دمج الجوتسو الناري الخاص بجيرايا والجوتسو الزيت الخاص بيه، وتوجيه هجوم ناري قوي جدا واقوى بكتير من الجوتسو الناري الطبيعي. غير انه كمان قادر على استدعاء ضفدع، والضفدع ده بيتحول لمبنى كشكل مضلل لو عايز يستدرج حد جواه، ولما بيدخلوا جواه بيتحول لفخ ويبقوا جوه معده الضفدع ده. وكمان هو قادر على استدعاء جاما كين اللي هو ضفدع ضخم برضه يوازي في الحجم جاما بونتا وجاما هيرو، بس الفرق انه معاه درع وسلاح. واكيد طبعا السيج مود، وبغض النظر عن انه طور مش كامل بالنسبه لجيرايا هو بيضطر ان شيما وفوكاسكو يبقوا على كتفه عشان
بيساعدوه في الوصول ليه، بس برضه هو قوي. والسيج مود عموما هو شكل بيقدر بيه انه يسحب التشاكرا من الطبيعه ويدمجها مع التشاكرا الخاصه بيه، واللي بتزود القوه والسرعه وتسمح له بعدد من التقنيات الجديده اللي مشابهه للضفادع زي الجويمون، ودي تقنيه تعاونيه مع تشيما وفوكاسكو بتجمع بين الزيت والنار والرياح عشان تعمل ميكس ناري مشتعل بدرجات حراره عاليه جدا تحرق اي شيء في طريقها، او يوجه التشاكرا دي لشعره ويطلقه زي الاسهم الحاده كده. وكمان في برضه البيج فليم باليت، ودي نسخه اقوى من كره النار العاديه مدموج بيها تشاكرا السيج مود. وفي برضه التوت كونفورتيشن شان، ترنيمه مواجهه الضفدع، ودي تكنيكاليتي كده تقنيه وهم. شيما وفوكاسكو بيطلعوا موجات صوتيه، الموجات دي توصل لحاسه السمع بتاعه الخصم وتخليه يحس انه محاصر في مكان وقصاده 4 ضفادع ضخمه بيتغلفوا في مكعب من الميه. وهنا نكون اتكلمنا عن تقنيات جيرايا. من ناحيه القوه الجسديه بقى، فهو كان قادر جسديا انه يطير الطور العملاق الخاص بمسار اشورا، وكمان ركلته كانت كفيله في تطهير بين نفسه لنفس المسافه برضه، وكمان كان قادر انه ينجو حتى بعد ما تم قطع دراعه. جيرايا حتى بعد ما تم صقب جسمه واتدمر زوره كان قادر انه يكافح ويستخدم التشاكرا ويكتب رساله تحذيريه. ومع القدرات الجسديه فهو عنده سرعه كبيره جدا خليته قادر على تفادي مئات من هجمات الورق الخاصه بكونان. وبس هو ده جيرايا العجوز الرائع والمفضل للشباب ذو الخلق السيء امثالي. عشان نروح لعجوز تاني مهم جدا واكاد اجزم اني مدخله الفيديو ده غصب عني. او ماستر روشي. وخلينا نبدا بالارث الخاص بالراجل المحترم ده، واللي كان معلم لجراند با يوهان والملك السور وكريلين ويامشا وسونجوكو. سونجوكو عادي جدا ارمر. واكيد طبعا هو مؤسس مدرسه السلحفاه، واللي هي مدرسه ليها اساسات وتمارين صارمه عشان تعلم التلاميذ بتوعها وتحط فيهم قدرات عاليه جدا، زي تدريبات القدرات العقليه وتدريبات سرعه رد الفعل وتدريبات بدنيه باوزان زي ال 20 وال 40 كيلو. والتمارين دي بتبقى يوميا لمده 8 شهور وبتستهدف تقويه الجسم بشكل عام لدرجات اكبر بكتير جدا من اي بشر طبيعي، وده اللي بيخلي الطلاب بتوعها افضل من اي فنان دفاع عن النفس بشري ممكن يواجهوه حتى بدون تدريبات قتاليه مناسبه. بالاضافه لقدرات قفز ممكن توصل للسحاب وبدون ادنى مجهود، والمناوره في الجو كمان بسهوله مع قدرات استعاده توازن سريعه جدا، غير طبعا توصيل اللبن لمناطق لا يمكن الوصول ليها غير بطائره هليكوبتر، وعبور الاشجار والرمال المتحركه والانهار ومحاربه الديناصورات والمشاركه في اعمال البناء. وطبعا المعلم روشي متمكن في كل ده، غير انه كمان عنده حواس قويه جدا. هو فعليا كان قادر يقاتل ويصد هجمات وهو مغمى عينه، وده بفضل حاجه تقدر تعتبرها كده تقليد للغريزه الفائقه هنتكلم عنها قدام. المهم هو قادر كمان على رؤيه الارواح. هو شاف روح كامي ساما وهي بتخرج من جسم تشين قبل ما يحاول بكولو انه يختمها، ومحدش من الموجودين لاحظ الروح دي غيره. وقادر كمان على مهاجمه نقاط الضعف اللي قادره على اسقاط الاشخاص بمجرد ضربه على الرقبه او شل الحركه بمجرد نقره على الجبهه. غير ان كمان المعلم روشي قادر على قراءة افكار الناس، غير انه كمان بيقول انه قادر على قراية نوايا الناس برضه، غير انه كمان قادر على التلاعب بالبرق وتوجيه هجوم كهربي قوي جدا يصعق الخصم بتاعه حتى الموت، غير انه قادر عن طريق التنويم المغناطيسي انه ينوم امثال جوكو مثلا، وقادر على التلاعب بادراك الناس ويخليهم يشوفوا حاجات مش حقيقية. واكيد طبعا اعظم تقنيات مدرسة السلحفاة واللي هي الكامي هامي ها، واللي هي عبارة عن تكثيف الطاقة الداخلية للجسم في نقطة واحدة وتضخيمها للتسبب في ضرر كبير جدا، واللي هي تقنية خطيرة جدا وبتختلف قوة التقنية على حسب كمية الطاقة المكثفة، والمستخدمين اللي عندهم خبرة وتحكم كامل في قوتها قادرين يوصلوا لأقوى حالاتها، واللي قادرة تبيد الخصوم اللي حتى ممكن يكونوا ممثلين في القوة أو متفوقين على الشخص اللي بيستخدم التقنية دي. مش كده وبس، لا ده كمان المعلم روشي قادر على صد وعكس الكامي هامي ها من الأشخاص اللي زي تيان. المعلم روشي استخدمها في هيئة الماكس باور بتاعته وقدر يدمر بيها قلعة ملك السور والجبل اللي كانت عليه، وفي نفس الهيئة برضه قدر يوصل بقوة الكامي هامي ها انها تدمر القمر. تقدر تقول ان قادر يوصل بيها لتهديد مدمر للكواكب، وفي الهيئة دي كان قادر على هزيمة مجموعة من جنود فريزا بعصايته بس. صح، عارفين اسلوب قتال الصقرانين بتاع جاك شان؟ المعلم روشي بيستخدمه برضه لما كان متنكر في شخصية اسمها ايه بقى، بص بقى الكرييتيف مود، جاكي شون مش جاكي شان، كرييتيف مود. واخيرا بقى هو عنده حاجة شبه الغريزة الفائقة
خارقه، هي مش شبهها قوي يعني، تقدر تقول عليها كده تقليد ليها، بيقدر بيها غريزيا انه يتوقع التكتيكات وانماط الهجوم الخاصه بالخصم بتاعه، وقدر بيها انه يتفوق لبعض من الوقت على جيرين. غير كده بقى ففي الطبيعي هو كان قادر جسديا على دفع صخره كبيره واطاح بكريلين بلكمه سريعه، وكريلين وقتها بيعترف انه كان اقوى من المعلم روشي، فدي نوعا ما نقدر نقول عليها خبره قتاليه ممتازه، وتخريج يمشى من الحلبه بحركه واحده بس من ايده، وقوه لكمته بس لجوكو كانت كفيله بتحطيم التمثال الحجري اللي وراهم. وعلى عكس لكمه جوكو ففي ركله للولف مان عملت نفس الموضوع برضه، هو كان قادر على رفع نفس الولف مان على سكينه وصباعين بس حرفيا، وكان في لحظات معدوده جدا قادر يفنش جنود الشريط الاحمر وبسهوله. ومن ناحيه السرعه هو كان قادر انه يجري المسافه 100 متر في اقل من 6 ثواني، وكان متفوق على جوكو وكريلين. غير ان كمان المعلم روشي قادر يعمل وهم بصري بسرعته ويظهر خلف كريلين ويضربه، ودي سرعه عاليه جدا. غير انه كمان عنده سرعه رد فعل مذهله، الباشا كان قادر يصد الطلق بايده، وكان قادر على تفادي الكاميهاميها من جوكو. ومن ناحيه القدرات الجسديه فالراجل برضه متالق، كمثال هو قدر انه يعيش حتى بعد ما ياخد له كام رصاصه حلوين، ومش مره واحده بس لا كذا مره، وكان قادر انه يستحمل ضربه ركبه من تيان اللي كان من المفترض انها تدخله في غيبوبه. الباشا قام عادي ولا كأن حصل اي حاجه، وكان قادر برضه انه يستحمل ضربه من جيرين او جيرين مش فاكر. المهم غير قدرات تحمل خارقه هو كان قادر يتحمل وشفره تشي عامله خندق في راسه حرفيا. غير انه كمان معاه شويه معدات مهمه، قادر على ختم الارواح، وده عن طريق الايفل كونتينمنت ويف، واللي هي جره معده للختم واستهداف الارواح. غير انه قادر على تصغير حجمه وده باستخدام الميكروبان. غير انه كمان قادر على الطيران باستخدام البيبي جاميرا، ومعاه بخاخ منوم. يعني حبيت اقولها لك برضه. وبس هو ده المعلم روشي، عشان نسيبه ونروح لزعيم وكبير الصيادين، قيمه وقامه وسن طبعا. عارف الفرق بين المقاتل العادي والاسطوره؟ الفرق هو ان الاسطوره بيبقى عامل حسابه لكل حاجه حتى في لحظه موته. ايزاك نيترو من اصحاب الارث المميز جدا الصراحه، رئيس نقابه الصيادين وواحد من اقوى الصيادين ومستخدمين النن في العالم كله. بس بغض النظر عن الارث والسمعه احنا بنتكلم عن القوه. فبص يا معلم، هو عنده قدرات بدنيه خارقه، يعني على سبيل المثال هو قضى 5 سنين بيوجه 10,000 لكمه كل يوم في نفس المكان، والشيء ده كان بياخد منه 18 ساعه كل يوم. واستنى بس اقول لك ان ده كله كان بدون اكل او شرب. مهارات نيترو كانت قويه وكبيره جدا لدرجه ان سيد دوجو تشينجن عرض عليه الدوجو بتاعه كله، وكان بيتوسل ليه كمان عشان يبقى نيترو المعلم بتاعه، وكل ده كان بعد بس ما شاف لكمه واحده منه. غير انه نط من منطاد على مسافه كبيره جدا وما حصلوش اي حاجه، غير انه كمان قادر يشوف الاشياء من على مسافه بعيده جدا. القدرات البصريه بتاعته عموما مذهله، ولمده نصف قرن كان نيترو بيتصنف كاقوى مستخدم نن في العالم، وده بيبان في استخدامه نفسه، وهو لا يمكن التنبؤ بهجماته عن طريق الهاله بتاعته. نيترو كمان قادر على التلاعب بالحاله الذهنيه لخصمه ويخليه يحس بمشاعر مختلفه زي الخوف، ونيترو كان اول حد يخلي ميريام يحس بشعور الخوف لاول مره في حياته. ومن ناحيه السرعه وجه لميريام مئات الالاف من الهجمات، وكل ده كان في فتره زمنيه قصيره جدا، فدي سرعه خارقه للهجمات. وغير كده معظم تقنيات نيترو بتصنع صور لاحقه، وبص خدها قاعده، اي شيء بيخلق ديلي في الحركه وبتظهر في شكل صور متتابعه فده معناها انها متخطيه سرعه الصوت بضعفين على الاقل، وده معناه برضو ان سرعه تقنياته اسرع من سرعه الصوت. وكمان واحده من قدرات وامكانيات نيترو المذهله جدا بالنسبه لي هي قدرته على التحكم في جسمه، اللي بتخليه قادر على منع فقدان الدم من اجزاء جسمه المبتوره، وده عن طريق انقباض العضلات المحيطه بالجرح. ولكن طبعا القدره الاهم لنيترو هي الجوانين بودستافا، قدره مقتبسه من الميثولوجيا الهندوسيه بامتياز. وعشان نوضح شيء بس، القدره دي مش قدره استدعاء، لا هو نيترو بيحول النن بتاعه للبنيه دي او الشكل ده، فالتقنيه دي هي عباره عن نن متشكل مش استدعاء، واللي بتاخد شكل تمثال ذهبي بيوجه مجموعه من الضربات، كل ضربه بعدد من الايادي. الضربه الاولى بتبقى حركه تقطيع بايد واحده، وقدر بيها انه يسقط ميريوم على الارض. وفي بعد كده ضربه الايادي الثلاثه، واللي هو تقدر تقول عليه كده هجوم تصفيق، وقادر يسحق الخصم جواه. وفي بعد كده الضربه ال99 واللي هي وابل مدمر من الضربات، واللي كانت نتيجتها التدميريه اللي انت شايفه ده، غير طبعا الكشاف اللي ادى لبيته، وده كشاف تاني برضه بس الميريم. كمان نيترو قادر يعمل للهيئه دي ابجريد وتوصل لالاف الضربات. وغير كده هي مش قدره هجوميه بس، لا هي قادره كمان على صد كل هجمات ميريم، وكمان من جميع الاتجاهات. ولكن القدره الاخطر
اكتر في الهيئه دي هي الزيرو هاند، اليد الصفريه. وهنا بيستخدم نيترو كل طاقه النن اللي جواه في هجوم واحد ومركز، واللي عباره عن شعاع من الطاقه التدميريه القويه جدا. ولو كل اللي فات ده فشل ففي الحل الاخير لنيترو، وهي قنبله شديده السميه جوه جسمه بتنفجر تلقائيا لما قلبه يتوقف، واللي قدر بيها انه يهزم تهديد قوي وخطير جدا زي ميريوم. وبس هو ده اللي ظهر للحاج ايزاك نيترو. مش عارف ليه بحس الناس ما بتقدرش يوليوس نوفاكرونو. الراجل ده يا جدعان قوي فشخ واندرريتد بغباء. خلينا نتكلم عن ارسو الاول. الراجل هو الاب الروحي واللي اكتشف الاعظم والاجمل والاجمد ايامي سوكوهيرو وضمه لفريقه السحري. ومش شمي بس، لا هو برضه مكتشف ويليام فانجانس، والاثنين كانوا تحت قيادته لما كان قائد لفرقه الغزلان السحريه، واللي كانت فرقه مرعبه تحت قيادته. تخيل فريق بيضم يوليوس ويامي وويليام وماركس اللي هو المساعد بتاعه دلوقتي وكوب بورتابورت ومورجان فاوست اللي هو اخو نخت. فرقه كانت بتضم العتاوله دي كلهم مع بعض. المهم ده مش بايوجرافي عن يوليوس، خلينا نخش على القوه على طول. عندك في البدايه خالص معظم السحرة في بلاك كلوفر قادرين على القاء تعويذه محسنه للجسم اسمها مانا سكين او جلد المانا، والتعويذه دي بتحميهم من البيئات القاسيه وكمان بتساعد على زياده قدراتهم البدنيه. غير كده يوليوس كمان مستخدم لسحر التحول، اللي هو قادر يحول نفسه لواحده ست عجوزه. وبما ان يوليوس نوفاكرونو هو ملك السحر في مملكه كلوفر، فده معناه انه فارس سحري عنده قوة لا تصدق، لانه اوريدي علشان تبقى ملك السحر فانت لازم تبقى عندك القوة والسمعة الكافية لكده. وغير كده يوليوس في بداية حياته كان قائد فرقة سحرية، وبيتقال عن قادة الفرقة السحرية ان قوة الواحد منهم تعادل 100 فارس سحري. بس الاهم ان يوليوس فعليا بيتصنف من ضمن السحرة اللي عندهم سحر من المستوى الغامض. وعشان تبقى عارف السحرة من المستوى الغامض هم السحرة اللي بيستخدموا سحر نادر جدا واللي صفاته بتتحدى موازين العالم، بالاضافة لانهم عندهم فرصة كبيرة جدا عن باقي السحرة في هزيمة الشياطين. بس ايه هو سحر يوليوس اصلا؟ بص يا معلم، بصفته مضيف شيطان الزمن استاروس، فيوليوس قادر انه يستخدم سحر الزمن واللي بتسمح ليه بسرقة وتخزين الوقت من الاخرين عشان يستخدمه بعد كده بكذا طريقة مختلفة، زي تسريع الوقت او تبطيء الوقت او ايقاف الوقت او حتى عكس تدفق الزمن. وخليني بس الاول اوضح لك نقطة مهمة جدا. التعويذة اللي بتتلاعب بالزمن لا تقهر، مفيش شيء في العالم كله قادر على تحدي الزمن، وده لان الزمن مفهوم مش شيء مادي على ارض الواقع. واستنى اعرفك برضو حاجة مهمة جدا تاني. شفت دانتي وفانيكا وزينون والشباب الحلوة دي كلها؟ فعليا يوليوس ولوسيوس هم كانوا الاكتر بوتنشال او امكانية في تاريخ العيلة كلها. بس بغض النظر عن الامكانية محتاجين نتكلم عن التطبيق الفعلي للقوة دي بقى. بص يا معلم، يوليوس قادر انه يستعملها في صد هجمات سحرية متعددة، ودمر سيف باتري عن طريق شعاع سريع جدا. باعتراف باتري نفسه الهجوم الواحد بس من يوليوس بيبقى جواه قوة مميتة. يوليوس كمان قادر على انشاء كور، الكور دي قادرة تسرع الزمن ومعاها بتسرع شيخوخة اي شخص وتحوله لغبار. ومش محدودة بكورة او اتنين، لا هو قادر على اطلاق عدد كبير بشكل متتالي، والكور خطيرة جدا لدرجة ان مجرد احتكاك غير ملحوظ حرفيا بيها بيؤدي لشيخوخة الجزء اللي احتك بيه. باتري نفسه اصابته كانت خطيرة جدا لدرجة ان الامر خد من فانا عدد من الايام عشان يتعافى منها. قوة يوليوس عموما بتعتمد انها تدهور حالة خصمه. غير كده هو عنده مجموعة من التعويذ زي الكرونوستاسيس او السكون الزمني، ودي تعويذة بتخليه يحبس شخص او مجموعة من الاشخاص في نفس الوقت داخل كورة عبارة عن مجالات زمنية، وقادر يعمل منها برضو عدد كبير ومتتالي. وعشان تعرف قد ايه هي مخيفة، فبص باتري بمجرد ما ظهرت قدامه هو وقف نفسه بسرعة. والتعويذة دي مش قادرة على ايقاف اشخاص بس، لا هي كمان قادرة على ايقاف حتى السحر زي السحر الضوئي مثلا. ومش كده وبس، لا هو يوليوس كمان قادر انه يتحكم بالناس اللي جواها. يعني على سبيل المثال مثلا في الانمي يوليوس فتح بنطلون يامي وجاك وهم جواها. تفهموش الراجل غلط، هو بصراحة مش بتاع رجالة، هو بتاع اطفال.
ومش كده وبس، لا هو اي حد هيتم محاصرته جواها هيعيش في لوب زمني عند لحظه معينه، طول ما هو جوه الكوره هتفضل اللحظه دي تتعاد. غير انه كمان قادر على اطلاق الحاجات اللي كانت محاصره جوه الكوره بشكل اشبه بالمدافع كده، ومش الاشياء بس حتى الهجمات زي ما رد هجمه باتري عليه. ومش كده وبس، لا هو كمان قادر يسرع سرعه الهجمات اللي كانت محاصره في الكوره عن سرعتها الطبيعيه. غير انه كمان قادر يطلقها على شكل شعاع تتبع، هيفضل يتتبع الخصم، وفي ظل عمليه التتبع دي هتعمل كور كتير، حاجه اشبه كده بعمل كماشه على الخصم. وحاجه كمان مهمه جدا، يوليوس مستخدم ماهر جدا لتقنيه المانا زون او منطقه المانا، ودي تقنيه بتخليه قادر على التلاعب بالمانا في المنطقه المحيطه بيه علشان يزيد من قوته وسرعته على الحركه بشكل كبير جدا. وبفضل المانا زون هو قادر يعمل ابجريد للكرونوستاسيس، ويستخدم تعويذه اسمها الكرونوستاسيس جريجورا، ودي مجموعه من الكور بتلقط اي هجوم سحري يتم توجيهه على يوليوس. هي فعليا تقنيه دفاع مطلقه، بس طبعا الامر يعتمد على كم المانا اللي عنده. وغير كده هو باستخدام المانا زون وسحره الزمني بيبقى قادر على استشعار المستقبل القريب جدا، وده اللي بيخليه يتوقع هجمات خصمه وبمستوى قوي جدا. ايامي نفسه واللي هو قادر على استشعار هجمات عدوه عن طريق الكي والمانا زون اكد انه حتى مش قريب من مستوى يوليوس في النقطه دي. ومش كده وبس، لا يوليوس قادر باستخدام سحره الزمني انه يختم الاشخاص. هو ختم كونراد والسيف الامبراطوري نفسه بسحره، والختم ده استمر لمده 10 سنين، وكان ممكن يستمر اكتر من كده بكتير. كونراد ما قدرش يهرب من الختم اصلا غير لما يوليوس مات في معركه باتري. وغير كده يوليوس قادر باستخدام تعويذات الزمن على علاج نفسه وشفاء جروحه، وده عن طريق اعادتها لحالتها الاصليه قبل الجرح. ومش عليه نفسه بس، لا هو قادر على شفاء الشخصيات التانية كمان، وبنفس الآلية اللي هي اعاده الزمن للوراء. ولكن واحده من اقوى تعويذات يوليوس هي الكرونو انستاسيس، واللي هي بتاخد شكل ساعه وبتغطي منطقه معينه، وبتقدر انها توقف الزمن او ترجعه لورا. وبسبب التعويذه دي هو انقذ كل المواطنين من هجوم باتري الضوئي. وخليني اقول لك حاجه، هجوم باتري كان ضخم جدا، هو فعليا الهجوم ده غطى مملكه كلوفر كلها. ومع القدرات دي فواحده من النقط المميزه جدا في استخدام يوليوس لسحره بالنسبه لي هي النقطه دي، ايوه النقطه اللي على وشه دي. يوليوس بدا انه يخزن الوقت في الوشم ده، وده كان بعد ما دمج سحره الزمني مع اداه سحريه قديمه عشان يستخدمها في حاله الطوارئ. وبسبب الوشم ده قدر يوليوس انه يرجع للحياه تاني بعد موته، بس في سن ال 13 جسديا. وغير كده يوليوس قادر انه يستخدم السحر ده كمان ويزود نفسه في السن، وكل ده مع سرعه مذهله. يوليوس عموما سرعته مذهله جدا. بص يا معلم، هو كان قادر انه يتفادى بسهوله هجمات كتير جدا من اعضاء جماعه عين شمس منتصف الليل. عين سالي نفسها ما كانتش قادره تتتبع حركات يوليوس. بالمناسبه يوليوس قادر على التفاعل مع سحر الضوء اللي هو اسرع سحر موجود، وده مش كلام بس، لا بالفعل هو تفادى سيف باتري بسهوله وهجمات السيوف المتعدده. باشا بص واتفرج على سهوله تفادي يوليوس لهجمات بتتحرك بسرعه الضوء، وكل ده مع قدرات استشعار حتى للهجمات اللي بتيجي من ظهره. وفي المعركه دي حرفيا تحركات يوليوس وباتري كانت سريعه جدا لدرجه ان ماركس ما كانش بيشوف بس غير مجرد ومضات في السماء، هو مش شايف ايه اللي بيدور في المعركه. بالمناسبه هو قادر على تفادي هجمات باتري حتى من غير ما يحتاج انه يتوقعها بالسحر. يا كحودك. واستنى اقول لك بس ان باتري كان بيتحرك وقتها باقصى سرعه عنده، ومش مصدق ازاي يوليوس مجاريه. بالمناسبه للمعلومه بس عشان عارف ان في ناس كتير هتقول لي يوليوس خسر المعركه دي من باتري. لو ما تعرفش فيوليوس ما كانش بيحاول يقتل باتري اصلا خوفا على جسم ويليام، هو ما كانش داخل المعركه دي بنيه قتل عدو من الاساس. ولو تفتكر في البدايه انا قلت لك ان السحر الغامض هو السحر اللي قادر على مواجهه الشياطين، ويوليوس قدم كده فعلا. هو قادر على ايقاف هجوم شيطان، ومش كده وبس، لا ده كمان تاثير الشيخوخه بيتفعل كمان على الشياطين. هو دخل ايد الشيطان ده في مرحله الشيخوخه، وكل ده خلي بالك هو في مرحله 23 سنه بعد التكبير الزمني. واخر حاجه ممكن اختم بيها يوليوس، فهو قدر بسحره الزمني انه يعكس كل الاضرار اللي سببها لوسيوس، وانقذ عدد كبير جدا من السحرة المصابين باصابات خطيره، واعاد عدد كبير جدا من السحرة اللي ماتوا للحياه، واعاد فرقه الاسود القرمزيه لاجسامهم. باختصار تام يوليوس اعاد بناء مملكه مدمره بالكامل. فملخصا يوليوس ساحر خطير جدا، وخصوصا بسبب سحر الزمن اللي من الصعب جدا مواجهته بسبب انه مفهوم اكتر بكتير جدا من كونه قوه ماديه على ارض الواقع. المهم هنا نكون خلصنا يوليوس عشان نروح المنكر.
اكيد جارب كبير اغرب عيله في عالم الانمي. في الحقيقه يعني انا كنت مختار ادوارد في الفيديو ده اصلا، بس قلت ان في ناس كتير قوي اتكلمت عن ادوارد واتحلب بمعنى اصح يعني، فرحت الراجل لا يقل ارث عنه، بطل البحريه، اللقب اللي كسبه بعد تدخله في حادثه الجاد فالي وهزيمه عدد كبير من قراصنه الروكس، واللي اتعرض عليه اكتر من مره رتبه ادميرال ومع ذلك كان بيرفض. وجد القرصان سيء السمعه وسيء الذكاء مونكي دي لوفي، وابو اخطر مجرم مطلوب في العالم مونكي دي دراجون، وكان معروف انه واحد من القلائل في العالم اللي قادرين على مواجهه ملك القراصنه الجول دي روجر. ومع ذلك لما اقتربت ايام روجر من نهايتها، جارب تولى تربيه ابن روجر وتدريبه واللي هو بورتغاز دي ايس. وغير كده على الرغم من تقدمه في السن الا ان قوته وسمعته كانت كفيله جدا لدرجه ان نقابه كروس تحط مكافاه قيمتها 3 مليار بيلي عليه، واللي هي نفس المكافاه اللي على الادميرال، واظن مفيش ارث اكتر من كده الصراحه. خلينا نخش بقى على قوته، وتعالى الاول ادي لك تعريف عن قوه جارب عامله ازاي. هو هزم تشينجاو في الماضي وكان قادر انه يهزمه بلكمه واحده بس على دماغه. هو فعليا قال انه في استعداده للمعركه دي دمر 8 جبال، وشينجاو نفسه مش ضعيف نهائيا ودماغه دي مش ضعيفه، هو بدماغه بس كان قادر على شق مساحه كبيره جدا من القاره الجليديه. وكمان قال وقتها ان كل القراصنه في العالم كانوا بيشوفوا جارب كشيطان. جارب عموما في موجه غضبه كان ممكن يقتل اكاينو، وده بحسب تاكيد سنجوكو نفسه، ولكن غير كده جارب عنده قوه بدنيه اسطوريه، ودي اكتسبها بعد سنين من التدريبات الشاقه والمعارك. وناتج القوه البدنيه دي فهو قادر على تحطيم مدفع كامل بسهوله واختراق جدار مبنى عادي جدا. الباشا كان قادر انه يرمي قذيفه المدفعيه بسرعه اسرع من سرعتها الطبيعيه اصلا، ومش قذيفه واحده بس، لا هو بيرمي اكتر من واحده وكلهم بيبقى ليهم نفس التاثير المدمر. واستنى بس اقول لك ان قذائف المدفعيه دي اباتايزر يعتبر، احجامها هو حجم السناكس بالنسبه له. هو قادر يرفع القذيفه الضخمه دي، وده حجم القذيفه مقارنه بالسفينه، ولكمه واحده منه بس كانت كفيله على دفع ماركو. وللعلم ماركو من الشخصيات اللي مش قليله نهائيا من ناحيه القوه البدنيه. وغير القوه البدنيه نفسها بقى فهو عنده قدره تحمل مذهله. هو اتعرض للضرب من مورجان واتصاب بجرح كبير جدا، ومع ذلك باشا ولا الهوى ولا كانه بينزف اصلا. واتعرض للطعن من شيريو ومع ذلك تجاهل الاصابه وكمل قتال عادي جدا ضد شله كان منها كوزان وباقي قاده قراصنه اللحيه السوداء. بس بغض النظر عن ده كله، فبما ان جارب نائب ادميرال فهو اكيد عنده قدره كامله على استخدام الهاكي. ومش كده وبس، لا هو من بين القلائل في العالم اللي قادرين على استخدام الانواع الثلاثه للهاكي، واللي هم الهاكي الملكي وهاكي الملاحظه وهاكي التسليح. وخلينا نبدا الاول بالهاكي الملكي. وجارب من القله القليله جدا اللي قدر على دمج الهاكي الملكي مع اجزاء من جسمه، وفي شبابه كان قادر انه يصمد ضد هجوم من البيج مام كان مدموج فيه زوس وبروميسيوس، وخرج من الهجوم ده سليم بعد ما غطى جسمه كله بالهاكي الملكي. ومن ناحيه هاكي التسليح فهو قادر على تقويه قبضاته، وبيستخدم الاثنين مع بعض في انواع من الهجمات زي الجالاكسي امباكت. وهنا جارب بيقوي قبضته عن طريق هاكي التسليح والهاكي الملكي، ويوجه لكمه بتنتج موجه صداميه هائله على نطاق دايره واسعه وبتدمر كل شيء محيط في نطاق الدايره دي. وفي برضو الجالاكسي ديفاين نفس اللي فاتت برضو، بس الفرق انها بتبقى موجه تدمير طوليه مش دائريه. وفي برضو البلو هول، وهنا جارب بيمسك بخصمه ويوجهه للارض، ونتيجه التصادم ده هي الحفره الضخمه اللي انت شايفها دي، منها للعالم السفلي دايركت. واخيرا واهمهم هي الانفينيتم اكسبلوجن، واللي هي عباره عن وابل من اللكمات المدمره مدعومه اكيد بهاك التسليح والهاك الملكي، واللي تم استخدامها لهزيمه الروكس بالتعاون مع روجر طبعا. وفي برضو هاكي الملاحظه، وجارب مستخدم كويس جدا ليه. هو قدر يستشعر هجوم شيريو والوقوف قصاده لما حاول يهاجم كوبي، على الرغم ان شيريو كان غير مرئي. ولما كوبي نفسه ايقظ هاكي الملاحظه، نصح الدكتور فيشبونين انه يسال جارب ازاي يتقنه، لان جارب عنده خبره كبيره جدا فيه لتعليم الناس. وفي حاجات تانية برضو زي الكايزوكو هينيتوما، ودي تقنيه ارتجاليه بحته جدا ابتكرها جارب لما استخدم جثث القراصنه المهزومين كدرع ليه من لهب فاسكو. ولما القراصنه دول اتحرقوا من اللهب ده بقى جارب يرميهم في اتجاهات مختلفه، وده اللي ادى لاضرار لعدد كبير من القراصنه. جارب كمان عنده قدره انه يسمع لكل الاصوات، وهي تقنيه عموما في وان بيس اسمها فويس اوف اول سينج، وبانت لما قدر انه يسمع الصخور الشيطانيه. وغير كده هو سرعته ممتازه برضه، هو كان قادر على تفادي طاقم قبعه القش بسرعه من غير ما يلاحظوه اصلا عشان يضرب لوفي. ولكن ما يعيب جارب الصراحه فهو مستهتر بغباء، وعمره ما هيبقى جاد نهائيا غير لو تعلق الامر بس بحد من عيلته. حاجه مهمه جدا برضه، جارب بيعاني من نفس حاله حفيده لوفي واللي هي النوم القهري. صح في ضربه مهمه جدا عند جارب انا نسيتها، اسمها فيست اوف لاف، ضربه الحب، بيضربها لعيلته بس، انما غير كده ما بيستعملهاش نهائيا.
جميله قوي العيله دي، الجد في البحريه والابن ثورجي والحفيد قرصان. المهم هنا نسيب الحاج جرب ونروح أطول واحد معانا الحاج ماكاروف، رئيس واحدة من أجمل وأحلى الحاجات في العالم، نقابة فيري تيل. وطبعا أنا مش قصدي فيري تيل نهائيا يعني. ولو هنتكلم عن إرثه فالراجل كان الزعيم الثالث والسادس والثامن لنقابة فيري تيل، أهم نقابة في عالم فيري تيل كله، وواحد من قديسي السحر العشرة اللي هم مجموعة من 10 سحرة أقوياء جدا في قارة إشجار. اتكلمنا عن الإرث، نتكلم عن القوة. ماكاروف قدرات الاستشعار بتاعته مميزة جدا، هو كان قادر على اكتشاف محاولة ماكاو في انتحال شخصية ناتسو بسهولة على نقيض كل الأعضاء تقريبا اللي انخدعوا عادي جدا، وكان قادر على استشعار القوة السحرية لنقابة الظلام من مسافة بعيدة جدا، وكمان مع سنه الكبير إلا إنه عنده مرونة عالية جدا، ولا أجدعها لاعب باركور. والسحر الأساسي للحاج ماكاروف هو العملاق، السحر اللي بيعوض صغر حجمه، واللي باين من الاسم أكيد يعني إنه سحر بيسمح له إنه يكبر جسمه لأحجام كبيرة جدا. عايز تعرف كبيرة قد إيه؟ هو كبر نفسه لدرجة إنه بقى قد جزيرة تينرو. ومش كده وبس، لا هو كمان قادر انه يستخدمها على اجزاء معينة بس من جسمه، وده اللي بيؤدي لتطويله بشكل كبير جدا مع الحفاظ على مرونتها العالية. حاسس بحاجه كده. المهم هو سحر مرن جدا من الناحيه الجسديه، وكمان ماكروف قادر يطبقه على شخصيات تانية غيره. هو استخدمها علشان يكبر جزء معين عند ريدوس جونا عشان يقدر يستخدم السحر بتاعه بشكل كويس. ومش جسمه بس، هو كمان ماكروف شنبه بيكبر مع التكبير ده وبيبقى في اتجاه لفوق مش لتحت زي الطبيعي، ودي تفصيله مهمه جدا طبعا كان لازم أنا اقولها عشان ابان ان انا ما نسيتش حاجه في الفيديو. اصل ازاي انسى معلومه زي دي؟ وعينه بتبقى مضيئه، بس اضاءه العين دي ليها علاقه بقدره ماكروف على استعمال سحر الضوء، بس دي هنروح لها قدام. المهم يعني انه في حاله العملاق دي كمان بتتضاعف قوته الجسديه بشكل كبير جدا. على سبيل المثال هو كان قادر على التسبب بضرر كبير جدا لسفينه هوائيه كبيره نوعا ما في الحجم، والتسبب في موجه مائيه ضخمه بمجرد بس ضربه من رجله، وسحق ناتسو تحت ايده بسهوله، ومش مره واحده لا 2. هو قوه ضربته العاديه اصلا على ناتسو قسمت الشجره لنصين، وكمان وهو مصاب باصابات ضخمه كان قادر على ايقاف هجوم اكنولجيا وايقاف التنين، وفي الهيئه دي كمان بيبقى عنده مقاومه جسديه مذهله. هو استحمل انفجار مدفع جوبيتر بتاع جريمور هارت وكانت اصابه مباشره، ومع ذلك النتيجه كانت اصابه خفيفه على دراعه، وده سحر التضخيم. ماكروف كمان مستخدم لسحر النار، هو استخدمه قبل كده وولد نار حوالين ايده عشان يحرق بيها مجموعه من الورق، وبعديها رمى الورق ده لناتسو عشان ياكله ويزود قوته. يا قلبك الطيب يا حاج ماكروف. وغير كده كمان هو بيتقال على ماكروف انه بيستخدم سحر الرياح، بس ما ظهرش نهائيا استخدامه ليه ولا اي تعويذه منه. ومش كده وبس، لا الحاج ماكروف بيضحي، هو كمان بيستخدم سحر الجليد. واستنى، الحاج ماكروف قادر انه يستخدم سحر الركواب، وده عباره عن سحر مكاني بيقدر الساحر فيه انه يخزن حاجات في بعد مكاني، وفيما بعد يستدعي الحاجات دي وقت ما يحتاجها. وماكروف استخدمه في معركته ضد هيديز عشان يستدعي حذاء ورداء القديسين العشرة، ربع متر بس نينجا. وغير كده ماكروف قادر على ابطال تعويذ تانية زي ابطال سحر تحول ماكاو، وكمان قادر على التخاطر. ولو مش فاهم ايه هو التخاطر ده، فهو انه يرسل كلام لدماغ حد على طول بدون كلام ومن مسافه بعيده. معلومه كده على الماشي، ماكروف قادر على الطيران، او خلينا نقول المفهوم الصح ليها يعني هو قادر على الطفو. دي قدره كده في النص ملهاش لازمه. بس كل اللي فاتوا دول مش اقصى قدرات ماكروف الصراحه. هو اقصى قدرات ماكروف مع سحر العملاق هو استخدام ماكروف لسحر الضوء. في وقت قتاله مع خوسيه بورلا ظهر ماكروف وهو بيرسم كور ضوئيه في الهواء متصله ببعض عشان يؤدي تعويذه ضوئيه. ماكروف عنده عموما عدد من التعويذات الضوئيه زي الجيانت راس، ودي تبقى موجه متواصله من الضوء بتحيط بماكروف وبتدمر اي شيء داخل البيئه المحيطه للطاقه دي. واستخدم الطاقه دي وقت غاره فيري تيل على الفانتوم لور. وفي برضه الرين اوف لايت، ودي عباره عن عدد من الاشعه الضوئيه بتهاجم الخصم. ولكن اخطر قدرات ماكروف المرتبطه بسحر الضوء هي الفيري لو، واحده من 3 تعويذات اسطوريه لنقابه فيري تيل. هم 4 تعويذات عموما مش 3، بس هم بيتسموا ال3. المهم يعني بيتم وصفها بانها اقوى قدرات سحر ماكروف، ولما بتتفاعل بتعمل هاله واسعه من الضوء. وبص بقى الحته اللي جايه دي، هي بتسبب الضرر لاي حد بيعتبره كعدو، انما الاصدقاء فهي مش هتصيبهم باي ضرر نهائيا. واتقان ماكروف ليها عموما مذهل. غير كده ماكروف عنده تقنيه اسمها ختم الدفاع الاقصى، ودي مجموعه من الاختام السحريه بتدافع عنه ضد الهجمات السحريه او
او هجمات الاختام. ماكروف عموما معروف عنه انه بيقدر يعمل اختام سحريه بمجرد بس ايماءات بايده، وبتدافع عنه لو في هجوم جاي ضده. وفي برضه الاعمده الثلاثه، ودي تقنيه دفاعيه برضه بتظهر عمودين قدامه وعمود وراه، وقدر بيها انه يصد الاماتراسو الخاصه بهيديز، واللي ادت لانفجار كبير جدا غطى جزء كبير من جزيره تينرو. ومع ذلك ماكروف اتصاب باصابات طفيفه من الانفجار ده، وهيديز نفسه اشاد بماكروف وبالتعويذه دي. ومع كل ده فماكروف عنده كميه من الطاقه السحريه مهوله جدا. وفعليا وقت معركته مع خوسي بورلا، المعركه دي ادت لظواهر طبيعيه مش عاديه لدرجه تغيير البيئه المحيطه بيهم، تجمع غيوم وبرق وامواج حرفيا، وكل دي دلائل على كميه من القوه السحريه المذهله. وبس هو ده اطول واحد في الفيديو عشان نسيبه ونروح ليه. توشينوري ياجي أو أول مايت، البطل الأول في العالم ورمز السلام وحامل لقوة الوان فور أول اللي ورثها من نانا شيمورا ويورثها بعد كده لإيزوكو ميدوريا. والحقيقة يعني أنا كان عندي مشكلة شوية مع أول مايت، أنا كنت مش عارف أتكلم عليه مع الوان فور أول ولا لا، وخصوصا يعني إنه فقدها. بس الصراحة يعني وضعه كان هيبقى صعب شويتين ثلاثة قصاد العتاولة دول كلهم، فقلت اعتبره بيها عادي جدا ولا كأنه فقدها. وخلي أول حاجة نبدأ بيها هي الوان فور أول اللي بتساعده إنه يضخم قوته ومتانته وسرعته ل 60 ضعف. هو بيقول ان 300 لكمه في حالته العاديه بتعادل 5 لكمات بوان فور اول، والزياده دي بتفضل مستمره طول ما هو بيخوض معارك اكتر، وبتبقى زياده لدرجه انه يتغلب على الاعداء الاقوى منه كمان. هو اوريدي والمايت قادر يوصل ل 100% من استخدامها. ومش كده وبس، لا، وان فور اول بتزود قوه المستخدم بتاعها عن طريق المشاعر بتاعته، واستخدام اول مايت ليها بيتلخص في عدد من الضربات زي كاليفورنيا سماش، وهي ضربه بيبدا اول مايت يعمل شويه حركات بهلوانيه كده في الاول وبعدها يوجه لكمه قويه جدا لخصمه، ونبراسكا سماش، ودي وقت الضربه بيبدا اول مايت انه يدور دراعه ويسبب اعصار مع الهجمه. وبرده تكساس سماش، ودي ضربه بتولد ضغط هائل جدا لدرجه انها قادره على تدمير نص مدينه كامله بضربه واحده. وفي برده ديترويت سماش، وهنا اول مايت بيوجه لكمه قويه للاسفل واللي بتسبب موجه صداميه ضخمه وقويه كفايه لدرجه انها تغير الطقس من حواليه. وعندك برده الميسور سماش، ضربه عاديه جدا بكف ايده. وفي برده كارولاينا سماش، وهنا اول مايت بيندفع ناحيه خصمه ويوجه ليه ضربه مزدوجه بايده واللي قادره على اختراق جسم خصمه. وفي برده اوكلاهوما سماش، وهنا اول مايت بيبدا يلف جسمه بشكل دائري ويطير كل الاعداء اللي حواليه. واخيرا اليونايتد ستيتس سماش، 3 سين ورا بعض خلوا الجمله مش باينه اصلا. اقوى ضربات اول مايت واللي بيستخدم فيها اقصى قوه من الوان فور اول اللي موجوده عنده، واللي بتسبب موجه صداميه مدمره جدا. ولكن ما يميز وان فور اول هو انها قوه متوارثه ممكن تتنقل من شخص للتاني عن طريق الحمض النووي حتى لو الشخص التاني ده رافض ليها، غير انها كمان لا يمكن اخذها بالقوه. بس غير وان فور اول فهو قادر فعليا انه يطفي الحرايق عن طريق انفاسه بس، وقادر على تغيير شكله بين شكل البطل وشكله الحقيقي بسهوله وفي اي وقت هو عايزه. وعنده كمان حواس خارقه وكمان تمكن كبير جدا في قتال الهاند تو هاند، واللي يقدر بيه يجاري اول فور وان اللي بحسب كلام جران تورينو عنده خبره في القتال اكتر من 100 سنه. وجسديا بس هو كان قادر بقفزه واحده انه يعدي جزء كبير من المدينه، وكمان قادر على التفاعل الغير مادي، يعني هو قادر يضرب كائنات مصنوعه من البلازما شديده الحراره. وعلى سيره الحراره صح، اول مايت قادر يستحمل انفجارات بتوصل حرارتها ل 5000 درجه مئويه. وفيما بعد ما فقد الوان فور اول هو عمل درع آلي عشان يعوض النقطه دي، والدرع ده ضاف له حاجات كتير جدا زي المحركات النفاثه والاسلحه والقدره على تسلق الاسطح والمرونه العاليه جدا. ومع كل الكلام ده كله هو كمان بيتيح له عدد من القدرات، وواحده من قدرات الدرع ده فهو قادر انه يغير من شكله وياخد اشكال كتير جدا مختلفه، وكمان قادر على الطيران. هتقول لي يا فارس هو اوريدي اول مايت كان قادر على الطيران. في الحقيقه يوسفنا اقول لك لا، اول مايت ما بيقدرش يطير، هو اللي اول مايت كان بيعمله ده هو عمليه دفع للهواء مش طيران نهائيا. المهم هو قادر في الهيئه دي كمان انه يوجه هجمات كهربيه، وكمان قادر على حقن احماض شديده التاكل في جسم اي شخص، وتوجيه هجمات ناريه، وكمان توجيه شعاع ليزر قوي جدا مع حراره كافيه لحرق مبنى كامل، وكمان توجيه هجمات عباره عن موجات صوتيه قويه
مؤثره وعنده مقاومه عاليه جدا من حراره شعاع ليزر قوي. وغير كده اكيد يعني اول مايت ما ينفعش من غير سماش، فهو في الدرع ده عنده لكمه اسمها الشوت ستايل سماش، ودي تقنيه اقتبسها من ميدوريا، وعموما هي ركله بس بالرجل، وطبعا مفيش احلى من اول فور 1 يطبقها عليه. وبس هنا نكون خلصنا اول مايت. وانا تكسلت فيه الصراحه، يعني هو كان اخر شخصيه كتبتها فيهم وكده ف خربت شويه. هو انا مهما كتبت فيه برضه كان هيواجه صعوبه كبيره جدا. في 4 من الشباب اللي معانا دول تنانين مجنحه، لو جبت 4 اول مايت مش هيسدوا معاهم اصلا. المهم هنا نكون اتكلمنا عن الشخصيات ال8 بتوعنا. جيرايا، ماستر روشي، ايزاك نيترو، مونكي دي جارب، وياماموتو، واول مايت، وماكاروف، ويوليوس نوفا كرونو. مين الاقوى فيهم ومين الاضعف؟ تنويه صغير بس عشان عارف اللي هيتقال في نقطه جدليه معينه كده تتقال، فانا عايز اقفلها من اولها. فكره ان الشينيجامي البشر مش بيشوفوهم فكده كده هم يكسبوا، النقطه دي ملغيه. دي اعبط فكره شفتها في حياتي اصلا، والمفروض اللي بيتكلم فيها يتكسف من نفسه، ولا يمكن اننا ناخد بيها كمعيار اصلا. كونه ما بيتشافش من البشر فدي مش هيتم اعتمادها اصلا نهائيا. هيبقى ايه سبب دخول المعركه اصلا طالما كده كده هيكسب بسبب النقطه دي؟ احنا بنوحد قتال 8 شخصيات، فحته ان هو مش هيشوفوه دي عبيطه جدا ولا يمكن الاعتماد عليها او اننا نحطها كمعيار اصلا. المهم اضعف من في ال8 هو جار، وده شيء مؤسف جدا ويؤسفني جدا ان انا اقولها الصراحه. جارب قوه بدنيه خارقه جدا وقدرات قتاليه ممتازه، بس كلها في نطاق القتال ذو المدى القريب. كل ما مدى القتال هيبقى بعيد كل ما الجارب هيبقى قليل الحيله. قوته التدميريه كبيره جدا، قوته الجسديه خارقه، بس هيعمل ايه قصاد ناس قادره تحدف ليزر وبرق ونار متفجره، والبعض منهم قادر على الطيران، فاعتقد ان وضعه هيبقى صعب جدا الصراحه. واللي بعده هيبقى جيرايا، وده شيء حزين تاني برضه ليا وصعب عليا ان انا اقول. جيرايا قدم تنوعيه كبيره جدا، بس القوه التدميريه بتاعته كانت محدوده. هو ما عندوش القوه التدميريه الضخمه اللي هي اباده مدن وجزر ولا حتى بلوكات مباني. هو محدود نوعا ما من ناحيه القوه التدميريه، وفي ظل مواجهه التنانين المجنحه اللي معانا دول فاظن وضعه هيبقى صعب برضه. هو اللي هيخليه يتفوق على شخص زي جارب مثلا والاستدعاءات الضخمه جدا، الاختام، الجوتسوز والمدى البعيد، انما كقوه بدنيه وجسديه هو اقل من جارب بكتير جدا. المهم اللي بعدهم هو اول مايت، واللي حتى مع القوه الجسديه الكبيره جدا بس هو لا زال يفتقد للهاكس بمعنى اصح يعني، او القدرات السحريه او الروحيه اللي بيمتلكها التانيين، او حتى قدرات الختم او ازاله المهارات اللي عند البعض. والمايت اللي قدمه لنا هو قدرات جسديه واليه بس مش اكتر، وانا كمان ضفت له القدرات الجسديه دي رأفة مني بحاله. يعني المفروض المايت كان يتم اعتماده بالبدله بس مش اكتر، وكده كده عموما في الحالتين ترتيبه ما كانش هيختلف. والمركز اللي بعده انا كنت محتار فيه شويتين 3، واللي كان بين ايزاك نايترو وماكاروف، بس في النهايه استقريت على ان ايزاك نايترو هو في المركز الخامس وماكاروف هو الرابع. وتفوق ماكاروف عليه كان بسبب التنوعيه الكبيره جدا اللي عنده. ايزاك قدم لنا قدرات هجوميه كبيره جدا، بس ما قدم لناش التنوعيه الكبيره جدا اللي كانت عند ماكاروف. ماكاروف قدم لنا قدرات هجوميه، قدرات دفاعيه، وقدرات جسديه قويه جدا. ماكاروف ممكن يكون اكتر واحد من وسط ال8 دول كلهم اصلا عنده تكامل وتنوعيه، بس هو اقل من اللي فوقيه واللي هو ماستر روشي. وبمنتهى البساطه جدا العامل اللي خلاني احط ماستر روشي في المركز ده هو عامل واحد فقط، القوة التدميرية. الحاج روشي قدم لنا قوة تدميرية بمستوى التهديد الكوكبي. الراجل قادر انه يدمر القمر، اقصى حاجة لكل اللي فاتوا دول اصلا كانت تدمير مدينة مثلا، انما الراجل وصل هنا لتهديد كوكبي، فدي لوحدها كفيله تحطه في مركز فوق كل اللي فاتوا. اي نعم روشي دفاعيا هش جدا مقارنه بمعظم اللي تحت منه في المراكز، اصلا هو اقل الشخصيات اللي معانا اساسا من ناحيه القدرات الجسديه، بس قدرته التدميريه تشفع له جدا الصراحه انه يبقى في المركز ده. عشان نروح لاصحاب اول مركزين معانا، الحيره بين ياماموتو ويوليوس. واحد قوه تدميريه هائله جدا، وواحد قوة مبنية على المفهوم، هي مش شيء مادي. بص انا هقولها وامر لله وهسيبكم وامشي عشان عارف اللي هيحصل. يوليوس اجمد من ياماماتو. السلام عليكم. مفيش شيء مادي يقدر يهزم الزمن، والمشكله الوحيده اللي كانت ممكن تقابل يوليوس في مواجهته لياماموتو هي مدى تنفيذه لقدراته او لقوته دي. بس يوليوس اوريدي استخدم قوته على نطاق واسع جدا،
هو استخدم قوته على مملكة كلوفر كلها. فيوليوس قدم لنا مدى كبير جدا لاستخدامه لقوته، اللي هو بمعناه يعني مساحة تغطية يوليوس او مساحة قوة يوليوس في التغطية كبيرة جدا. هو فعليا من ناحية قوة قتالية يوليوس ما يحلمش حتى انه يقرب لياماموتو، بس الفكرة كلها في ان قوة يوليوس مش شيء مادي اللي هو هجوم مادي يترد عليه بهجوم مادي زيه، لا خالص. قوة يوليوس هي مفهوم، مفيش شيء يقدر يهاجم المفهوم نفسه. لو قوة يوليوس دي قوة مادية فهو هيبقى اقل بكتير جدا من انه يتقارن بياماموتو، انما هنا ياماموتو بيقاتل مفهوم مش بيقاتل شيء مادي. كقوة قتالية ياماموتو اعلى بكتير جدا من يوليوس، انما كقدرة قصاد قدرة لا، يوليوس قوته او قدرته اعلى. هي قدرة يوليوس مرعبة. واعتقد هنا اكون يعني وفقت نوعا ما ان انا اجاوب وبس. اعتقد يعني ان الفيديو ده مش هيعدي على خير. انا حاولت اكون منصف، يعني انا شخصيتي المفضلة في الشلة دي كلها هي جيرايا وجارب وياماموتو التلاتة. انا حاطط 2 من اللي انا بحبهم في اخر مركزين، بس الواحد على قد ما يقدر بيحاول انه يكون منصف وما يدخلش حبه للشخصيات في ترتيب وفي معايير زي دي. المهم هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. عندك اعتراض على اي حاجة قولها تحت في الكومنتات عادي جدا، طول ما الموضوع لا يتخطى حاجز ان احنا نغلط في بعض او نشتم بعض فايزي. خد راحتك جدا في اي حاجة انت حابب تقولها. معترض على اي شيء من اللي انا قلته قوله عادي جدا. المهم لو بتشوفنا على فيسبوك فيا ريت تعمل فولو للبيج، تحط لايك للفيديو، لو تقدر تشيره على بروفايلك او تشيره مع اصحابك المهتمين بنوعية المحتوى ده اتمنى ان انت تعمل كده. ولو بتشوفنا على يوتيوب فاظن انت عارف هتعمل ايه، لايك سبسكرايب تفعل زر الجرس وتكتب كومنت وتقول رايك في الفيديو. وبس اشوفك الفيديو الجاي. سلام.